السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة ان شاء الله في قصة جديدة، ويا رب تكون قصة تعجبكم زي القصص اللي فاتت ونال رضاكم. وقبل ما نبدأ اي حاجة احب اشكر كل متابعيني من جميع انحاء الوطن العربي، واحب اشكر كل اصدقائي وكل اهلي وحبايبي واصحابي اللي دايما بيدعموني، ودايما بلاقي التعليقات الجميلة والمحفزة واللايك الجميل، وشكرا لكم جدا، شكرا لدعمكم. طيب زي ما بنقول على طول ونقول كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعرف قصة سورة الممتحنة، ومن هي الممتحنة. والقصة ان شاء الله يا رب تنال اعجابكم ورضاكم. يا ترى في حد فيكم يعرف من هي الممتحنة، وايه اسباب ذكرها في القرآن، وليه نزلت السورة باسمها، او نزلت السورة يعني باسم الممتحنة؟ وهل السورة دي توقيفية؟ يعني ايه توقيفية؟ يعني لازم نقف عند اسم السورة، نعرف سبب نزولها. تمام، نقف عندها يعني ونعرف سبب نزولها ايه. تمام كده يا حبايبي. طيب هنبدأ بقى مع بعض ونقول بسم الله. بيقولك ايه؟ سورة الممتحنة دي من سور الجزء الثامن والعشرين. تمام. طيب، والممتحنة دي مين هي يا حبايبي؟ هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. طيب هنقف هنا شوية يا حبايبي. ايه سبب نزول سورة الممتحنة؟ ومين هو أشقى القوم؟ وليه المفروض نقف عند الصورة دي؟ وسبب نزول سورة الممتحنة دي يا حبايبي، هي طبعا زي ما قلنا أم كلثوم بنت أبي عقبة أو بنت عقبة. كان عندها 16 سنة يا حبايبي في الوقت ده، كانت صغيرة جدا. وطبعا هنعرف ايه سبب تسمية السورة بهذا الاسم، وايه اللي حصل، وايه قصة الممتحن. طيب، كان ابو ام كلثوم دي يا حبايبي من اشقى القوم. ليه من اشقى القوم؟ لانه كان بيكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان دايما بيحاول ان هو يأذيه. كان بيعمل ايه مع الرسول؟ عارفين يا حبايبي الامعاء بتاعة الشاه؟ تمام. كان بيجيب الامعاء بتاعة الشاه، البطن بتاعة الشاه والمصارين والامعاء، ويروح حاططهم على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ايه، وهو بيصلي. وقبل كده كمان حاول ان هو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم لما خنقوا بايه، بالرداء بتاعه اللي هو كان لابسه. تمام. فطبعا لما الرسول كان بيصلي وحصل معاه كده راح اغمى عليه صلى الله عليه وسلم. كمان هو اللي بصق في وش الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني طبعا احنا عارفين يعني ايه بصق، يعني تف يعني والعياذ بالله في وش الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق من نسله من يؤمن بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويكون من أحباب الرسول ومن أتباع الرسول، وهي بنت أم كلثوم. أم كلثوم يا حبايبي كانت بنت ذكية، وكانت بتحب العلم جدا، وكانت من قلائل النساء اللي بيهتموا بالعلم في مكة. وطبعا ما دخلش الإيمان في قلب أم كلثوم، ولكن يعني هو لما الإيمان دخل في قلبها هي كتمت إيمانها عن أبوها، لأن طبعا عارفة عداوة أبوها للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ايه اللي حصل بعد كده يا حبايبي؟ جه طبعا موعد الهجرة، وان الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر ويترك ايه، ويترك مكة. طيب ام كلثوم كانت يا حبايبي من رغم من صغر سنها، كان عندها 16 سنة، الا انها كانت عايزة تروح للرسول صلى الله عليه وسلم وتعترف له بإيمانها، وان هي عايزة تهاجر معاه. لكن ايه اللي حصل يا حبايبي؟ طبعا كانت خايفة من بطش باباها، يعني خايفة من غضبه، وان هو ممكن ايه، طبعا متعرفش هو ممكن يعمل معاها ايه عشان ايمانها. ففضلت صبرة صبرة لغاية يا حبايبي لما جت ايه، غزوة بدر.
طيب ايه اللي حصل يا حبايبي؟ غزوة بدر دي اتقتل فيها ايه؟ ابوها اللي هو ايه عقبة، وكان طبعا ميت على الكفر. طيب بعد كده ايه اللي حصل يا حبايبي؟ بقى عنده ام كلثوم 17 سنة، وهي في سن الجواز، وكان بيتقدم لها خطاب كتير قوي من اشراف مكة، ولكن ام كلثوم كانت بترفض، وكانت صابرة على حلمها، وهي ايه؟ دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان هي تهاجر للرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في المدينة. لكن حاجة حصلت غيرت حياة ام كلثوم. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ جه صلح الحديبية، وكان من شروط صلح الحديبية ان لو في اي حد راح للرسول عليه الصلاة والسلام المدينة، يعني مهاجر للرسول، فإن الرسول لازم يرجعه تاني إلى إيه؟ إلى مكة. يعني إيه؟ ما يخليهوش يهاجر، يرجع الناس اللي هاجروا إليه إلى إيه؟ إلى بيوتهم مرة أخرى. فبالتالي كان ما كانتش أم كلثوم عارفة إن هي تهاجر للرسول، عشان كان أي حد هيهاجر للرسول كان الرسول هيرجعه تاني إيه؟ لبلده، ما كانش هيقبل الهجرة بتاعته. فطيب ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل؟ طبعا خليكم معايا هنا، وما تنسوش تعملوا لي اللايك، اللي نسي يعمل لي لايك احلى اخوات. نكمل سوا. صلوا على رسول الله، صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا يا حبايبي ام كلثوم عرفت بالخبر ده طبعا، وزعلت جدا جدا طبعا، نفسها تروح وتهاجر للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ام كلثوم قررت ان هي تهاجر، حتى لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ترجع تاني لمكة. يعني شوفي من كتر تعلقها بالرسول وحبها للرسول وان هي عايزة تشوف الرسول وتهاجر وتعلن اسلامها قدامه، هي قررت ان هي تسافر وتهاجر وتشوف الرسول، حتى لو كان الرسول هيرجعها مرة تاني لمكة. شفتوا يا حبايبي؟ شفتوا الايمان وشفتوا مع انها كانت صغيرة، يعني عندها 16 17 سنة، وفعلا قررت ان هي تسافر، وسافرت لوحدها من مكة الى المدينة في طبعا مع ظلام الليل والطرقات طبعا بين مكة وبين المدينة، كانت مسافة كبيرة وكانت صعبة. وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد ما هتروح كان هيرجعها تاني. تمام كده؟ والناس كلها تعرف ان هي اسلمت، وكانت اخواتها كانوا هيؤذوها، وكل طبعا الكفار كانوا هيؤذوها بسبب اسلامها، لكن ده ما خلاهاش تتراجع عن قرارها وان هي تهاجر للرسول عليه الصلاة والسلام. تمام كده؟ طيب بعد كده ايه اللي حصل يا حبايبي؟ فعلا وصلت هاجر، وصلت ام كلثوم الى ايه؟ الى المدينة للرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي كان في حيرة من امره والصحابة. طب احنا هنرجع بنت زي كده ازاي؟ هنرجع ام كلثوم تاني لمكة ازاي بعد ما هي اسلمت؟ طبعا خوفا منها على اهلها، وفي نفس الوقت امر من الله سبحانه وتعالى ان اي حد يهاجر الرسول يرجعه تاني لايه؟ لمكة. فطبعا هنا يا حبايبي الرسول مردش، وكان ساكت، وكان في حيرة من أمره، حتى نزل الوحي من طبعا من عند الله سبحانه وتعالى على جبريل، بواسطة جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو يا حبايبي ايه؟ وهو يا حبايبي سورة الممتحنة، وقولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. صدق الله العظيم. ودي الآية أو الآية يعني آية من سورة الممتحنة. تمام كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات أمر بأن أم كلثوم ما ترجعش تاني لمكة، وربنا قبل الإيمانها، وربنا جزاها على صبرها، وتزوجت
ليس من أشراف مكة فقط، بل من عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأغنى أغنياء المدينة المنورة وأشرفهم. دي كانت يا حبايبي قصة سورة الممتحنة، وليه سميت بذلك. وطبعا ياريت طبعا يا حبايبي اللي أول مرة يعرف قصة سورة الممتحنة ومين هي الممتحنة يعرفها لغيره. طبعا في ناس كتير متعرفش القصة دي، وفي ناس كمان متعرفش ايه سبب نزول السورة. طبعا ربنا يجازينا ويجازيكم خير، ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم ومع أصحابكم، وان شاء الله نشوفكم في قصة جديدة. اتمنى القصة تكون نالت اعجابكم. متنسوش اللي ما عمليش اللايك ينزل يعملها. شكرا لكم وشكرا لوجودكم. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة احلى اخوات في الدنيا. السلام عليكم. منوعات مع لميا.